المصدر اللي هو ايه؟ نادي الوحده السعودي. بالمناسبه النهارده صدر القرار بايقاف القيد لدى نادي الوحده السعودي. نعم ايوه عنده مشاكل، بس هم دايما بيسووا الامور دي كلها. يا جماعه الخير، هل في عروض؟ هل الناس قالوا بالحرف الواحد كده ما عندناش معلومه خالص، لا نقدر ننفي ولا نقدر نؤكد. ما عندناش اي حاجه ان احنا في تفاوض او انه قالوا ما عندناش، يعني ما نعرفش حاجه. ولو حصل حاجه احنا هنعلن هذا الكلام رسمي. فاللي حصل انه احدى الصحف السعوديه قالت الخبر، بعض من المواقع مشيت ورا الخبر وهكذا. رسميا نادي الوحده السعودي لم يطلب، رسميا لم يصل الى النادي الاهلي اي عرض. طيب سيبك بقى من الشناوي وروح على لعيب غيره، تروح على مين؟ على بيرسي تاو. كايزر شيفز، هل حصل انه طلب بيرسي تاو؟ لحد اللحظه اللي انا بكلمك لا، بس هم عايزين يجددوا الفريق، فعايزين يغيروا في الفريق. لكنه برضو المصدر اللي داخل نادي كايزر شيفز قال لك احنا عندنا مهتمين ب6 لعيبه من ضمنهم بيرسي تاو. يا راجل ده انت هتعمل ليه فرح؟ ده انت الفرحه بتنط من هيك، الشناوي هيمشي والجو هيخلى لمصطفى. يا مصطفى، ان هو مش معترض على فكره التاجيل على قد ما هو معترض على فكره ترتيب اللقاءات، ان ترتيب اللقاءات مش معموله طبقا للجدول اللي تم الاعلان عنه في بدايه المسابقه. هو بعد اذن حضرتك هو بيتكلم، يعني انا اتكلم عن النادي بتاعي، هو بيتكلم على ماتشات الانديه الثانيه اللي يعني هو في منافسه حاليا. يعني نادي الزمالك مع كل احترام نادي الزمالك، وفي منافسه حاليا في بطوله الدوري. يعني نادي الزمالك محتاج ان الماتشات دي تتلعب بالنظام، ما هو برضه عشان يعمل المؤجلات بالمواعيد اللي هو الاستاذ احمد عاوزها، فلازم الانديه اللي هتلاعب النادي الاهلي تكون ما فيش اعتراض بينها وبين ماتشاتها برضه. ما انت بتاجل ماتش يا ابراهيم بعد اذن حضرتك، فبتيجي تاجله فبتحطه في وقت يتناسب مع النادي الثاني، مش مع النادي الاهلي بس. بعد اذن حضرتك هو مش واخد باله ان هو صعب جدا يمشي بالترتيب اللي كان بيه الجدول قبل المؤجلات، لان الماتشات هتبقى فيه اختلاف. طب خليني اقول لحضرتك ملحوظتين هنا. الملحوظه الاولانيه هو انه انا هنا مش بتكلم على الزمالك، احنا الموقف بيحكمنا، بنتكلم على الزمالك، بتكلم على اي نادي يعني. ايوه تمام. انه اي نادي لا ليه الحق طبعا، لان دي حاجه بتمس تكافؤ الفرص ما بين الانديه المتنافسه. الملحوظ اديك قلت الانديه المتنافسه، الزمالك قسم مركز متنافس ايه؟ ده بينافس عشان يقعد في الدوري.